Et là, nous en sommes absolument certains, c'est que nous ne sommes pas les parents de ces deux enfants. C'est un cauchemar. Mais c'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة. بعد 4 سنوات من الانتقال والعيش في كوريا، توجهت عائلة فيرونيك لفرنسا من أجل قضاء عطلة الصيف هناك. وفي بداية شهر يونيو عاد جون لويس إلى سيول بسبب التزاماته في العمل، وترك زوجته وأطفاله في فرنسا. لكنه لم يكن يتوقع أن عودته وحيدا ستفجر أمامه مفاجأة لم تكن لتخطر على باله من قبل. ففي اليوم 23 من الشهر نفسه، وقبل عودته إلى المنزل، اشترى جون لويس بعض السمك، وعند دخوله إلى المنزل توجه مباشرة إلى المطبخ لوضع السمك في المجمد، لكنه وجد أغلب رفوفه ممتلئة، ففتح آخر رفين ليجد فيهما منشفتي يدين تم لف رضيعين مجمدين فيهما. صعق جون لويس مما رأته عيناه، فقرر الاتصال بالشرطة من أجل حل لغز الجريمة التي توقع أن أحداً اختار منزله من أجل إخفاء معالمها. تم اعتقال جون من أجل التحقيق معه، على الرغم من أنه الشخص الذي بلغ عن جثث الرضع. وخلال استجوابه ذكر مشتبها فيهما. الأول أحد أصدقائه الذي كان يقوم بزيارة منزله من حين لآخر خلال فترة وجوده في فرنسا، والثاني هو عاملة النظافة التي كانت تنظف المنزل مرة واحدة في الأسبوع خلال فترة غيابه. بعد التحقيق مع المشتبه فيهما الوحيدين في القضية، تبين أن لا علاقة لهما بالحادث، فقررت الشرطة الكورية تغيير منحى التحقيق والتأكد مما إذا كان لهذين الطفلين أي صلة قرابة بجون لويس. والصدمة أن تحليلات الحمض النووي كشفت أنه الأب البيولوجي لهما بنسبة 99.99%، لكنه أكد أنه لم يسبق له أن رأى هذين الطفلين، ولم يقم بخيانة زوجته قط ليكون أباً لأطفال من امرأة غير زوجته. ومن أجل التحقق من كلام جون، وبسبب وجود زوجته خارج كوريا، اتصلت بها الشرطة من أجل العودة والتحقيق معها وإخضاعها لتحليل الحمض النووي، لكنها رفضت العودة، الأمر الذي اضطر الشرطة إلى أخذ عينة من فرشاة أسنانها وتحليلها، لتكون النتيجة هي أن فيرونيك هي أم رضيعين اللذين تم قتلهما ووضعهما في المجمد. من هي فيرونيك؟ ولدت فيرونيك كورجليت سنة 1967 بقرية صغيرة في شمال فرنسا، وسط عائلة بسيطة تتكون من أب وأم و6 إخوة. وبسبب انشغال والديها بالعمل، كانت تشعر بأنها مهملة وغير مهمة، وأن السبب في ذلك هو عدد إخوتها الكبير، الأمر الذي جعلها تعيش طفولة صعبة منزوية عن العالم، وتفضل البقاء وحيدة وبعيدة عن إخوتها. وعندما بلغت 20 من العمر، تعرفت على شاب في نفس عمرها اسمه جون لويس كورجو، كان زميلها في الجامعة، فنشأت بينهما علاقة حب تكللت بالزواج سنة 1994. وبعد سنة واحدة أنجبت فيرونيك طفلها الأول، وبعد أن أتم سنته الأولى حملت وأنجبت طفلها الثاني سنة 1997، وكانت تحب أطفالها بشكل كبير جدا، وكان زوجها يرى أنها أماً صالحة. انتقلت فيرونيك وعائلتها الصغيرة إلى كوريا سنة 2002 بعد أن حصل زوجها على عرض عمل مهم في مدينة سيول. وخلال تلك الفترة
كانت مهمتها هي الاعتناء بزوجها وطفليها، لأنها فضلت أن تكون ربة بيت بعد الزواج. أثناء البحث أكد جون لويس للشرطة أن زوجته لم تكن حاملاً قط، وأنه طوال سنوات وجودهما في كوريا لم يرى أي آثار حمل عليها. لكن الشرطة أكدت له أن توقعاته كانت خاطئة، وأن الرضيعين تم قتلهما بعد ولادتهما مباشرة، كما أن واحداً من الطفلين تم تجميده منذ 3 سنوات، والثاني منذ 2 من تاريخ اكتشاف الجثث. وبسبب رفض فيرونيك العودة إلى سيول، تواصلت الشرطة الكورية مع الشرطة الفرنسية وطلبت اعتقالها، وهذا ما حصل بالفعل، إذ كانت أولى خطوات الشرطة هناك هي إعادة تحليل الحمض النووي من أجل التأكد بشكل قطعي من أنها فعلاً الأم البيولوجية للرضيعين. وجاء التحليل مرة أخرى ليؤكد الأمر. تم تحويل القضية إلى فرنسا وإرسال جون إلى بلده، حيث تم اعتقاله كذلك. وبعد عدة تحقيقات، وفي يوم 12 أكتوبر، خرجت فيرونيك عن صمتها واعترفت بالحقائق التي أخفتها عن زوجها والشرطة، وقالت إن الطفلين هما فعلا طفلاها، وإنها قتلتهما مباشرة بعد الوضع، حيث كانت تنجب الأطفال في حوض الاستحمام وتتخلص منهم، ثم تعود للقيام بإتمام مهامها المنزلية كأن شيئا لم يكن. وأضافت فيرونيك أنها كانت تعتبر فترة حملها مجرد فترة مرض، وأن الأطفال مجرد فضلات وجب التخلص منها مباشرة بعد الوضع، وهذا ما كانت تفعله. لكن الخبر غير المتوقع كان اعتراف فيرونيك بإنجابها 3 أطفال وليس 2 فقط. الأول أنجبته سنة 1999 عندما كانت لا تزال تعيش في فرنسا، وبعد الإنجاب مباشرة قامت برميه في مدفأة المنزل، وظلت تراقبه وهو يحترق إلى أن أصبح رماداً. بعد اعترافات فيرونيك تم إطلاق سراح زوجها الذي كان قد دخل في حالة صدمة من بشاعة ما قامت به زوجته تجاه أطفالهما، لكنه في الوقت نفسه حمل نفسه الذنب فيما حصل لها، لأنه لم يقف إلى جانبها في الوقت الذي كانت تعاني فيه ضغوطات نفسية جعلتها تقترف هذه الجرائم. استعانت الشرطة بعدة أطباء نفسيين وأطباء نساء وتوليد من أجل التأكد من صحة اعترافات فيرونيك التي تم اعتبارها غريبة ومليئة بالتناقضات، خصوصاً تلك التي أكدت فيها قيامها بتوليد نفسها وقتل أطفالها ثم العودة لحياتها الطبيعية كأن شيئاً لم يكن. وفي حديث مع الطبيب النفسي الذي أشرف على حالتها، قالت فيرونيك إنها كانت تخاف من تأسيس أسرة كبيرة كالتي عاشت فيها لتتمكن من الاهتمام بطفليها 2 بالشكل الصحيح، عكس والدتها التي كانت تعاني من عدة مشاكل نفسية منعتها من الاهتمام بها وبإخوتها. لذلك كانت ترفض فكرة تربية أطفال آخرين، فكانت تتخلص من الرضع بعد الإنجاب لكي لا يسرقوا من ابنيها الأولين المحبة والاهتمام. أما الأطباء الذين قاموا بدراسة حالتها النفسية فقالوا إن فيرونيك كانت تعاني من حالة نفسية تسمى رفض الحمل، إذ أن هذه الحالة تؤثر بشكل مباشر على الحمل، وعوض بروز بطن المرأة يتم نمو الجنين بالعرض بشكل يجعلها تظهر كأنها زادت في الوزن فقط، وأن هذه الحالة
تعاني منها امرأة واحدة في العالم من بين 500 امرأة. بعد التأكد من أن فيرونيك كانت تعاني من عدة اضطرابات نفسية وإدراج ملفها الطبي في القضية، وفي سنة 2009 تم الحكم عليها ب8 سنوات سجنا. وبعد سنة من السجن تقدم محاميها بطلب السراح المؤقت، وتم قبوله شريطة المتابعة مع أطبائها النفسيين. وبعد جلسات استئناف تم تقليل مدة الحكم إلى 3 سنوات ونصف فقط. بعد الإفراج عن فيرونيك أصدر جون كتاباً حمل عنوان اختيار التفهم، شرح فيه ما عاشه خلال هذه الواقعة وأسباب مسامحته زوجته على الرغم من قتلها أطفالهما ال3، كما أنه باشر جلسات علاج نفسي من أجل تجاوز كل ما عاشه. وإلى هنا نأتي إلى نهاية قضية هذا اليوم، وإلى اللقاء في قضية جديدة.